رد وقال I went to Alexandria. I went to Alexandria يعني أنا ذهبت إلى الإسكندرية. طبعا نلاحظ الشطار طالما السؤال في صيغة الباست إذا لازم الإجابة تكون في صيغة الباست الماضي. What did you do there? What did you do there? يعني ماذا فعلت هناك؟ عملت إيه هناك؟ I swam in the sea. I swam in the sea. أنا عمت أو أسبحت في البحر. Where did you go for the autumn? Where did you go for the autumn? يعني أين ذهبت في الخريف فصل الخريف. I went to Luxor. I went to Luxor. أنا ذهبت إلى اللوكسور. What did you do there? ماذا فعلت هناك؟ I saw the temple. أنا رأيت التمبل معبد at Karnak. أنا رأيت معبد الكرنك. Where did you go for the winter? Where did you go for the winter? أين ذهبت في فصل الوينتر اللي هو الشتاء. I went to أسوان. I went to أسوان. أنا ذهبت إلى أسوان. What did you do there? What did you do there? وماذا فعلت هناك؟ I rode a boat on the Nile. I rode a boat on the Nile. يعني أنا ركبت القارب في النيل. طبعا rode اللي هو verb ride. طبعا ده التصريف الثاني من verb ride اللي هو يركب. I rode. Where did you go for the spring? Where did you go for the spring? أين ذهبت في فصل السبرينج اللي هو الربيع. I went to الفيوم. I went to الفيوم. أنا ذهبت إلى الفيوم. What did you do there? وماذا فعلت هناك؟ I visited وادي الريان. I visited وادي الريان. أنا زرت وادي الريان. إذا نستنتج حضراتكم من هذه الديالوج الحوار أو conversation المحادثة. إذا كان السؤال في صيغة الباست الماضي يبقى أمر طبيعي وأمر ضروري جدا أن تكون الإجابة في صيغة الماضي. يعني مثلا ما ينفعش واحد بيقول لي أنت رحت فين في الصيف. ما ينفعش أقول له أنا أذهب إلى اسكندرية. ما ينفعش لأن هو بيسألني في صيغة الباست الماضي. فشيء طبيعي يا شطار لازم تكون الإجابة في صيغة الباست الماضي. طبعا إن شاء الله بأمر الله معايا طبعا بأمر الله الليفل بتاعكم هيتغير إلى الأفضل إلى البيست. ولكن طبعا أهم حاجة الفولوين مي المتابعة. وطبعا إن شاء الله في حاجة مهمة جدا يعني عايز أقولها لحضراتكم. لا ننسى إن احنا يعني نهتم جدا في الديسكريبشن أوف فيديو وصف الفيديو. في وصف الفيديو تحت أسفل الفيديو إن شاء الله هسيب لكم طبعا رابط للينكات محاضرات مهمة جدا 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 جدا. محاضرات مهمة أوي هتلاقوها إن شاء الله أسفل الفيديو. يعني هنستفادوا جدا. وطبعا هي كلها محاضرات في منتهى الأهمية ومحاضرات نادرة جدا جدا. أترككم في رعاية الله and I will see you. Goodbye and I will see you again. And I promise you I will become you very talented and professional at English language so much. إنني سوف أجعلكم متمكنين جدا في اللغة الإنجليزية. But must you follow me at channel محمد ولكن يجب عليكم المتابعة على قناة محمد علي. طبعا إن شاء الله لا ننسى اللايك والاشتراك في القناة. أترككم في رعاية الله ودمتم.